اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بقى معانا وصفة مكرونة بشاميل جميلة جدا، هنعملها بطريقة حلوة. هنحمر المكرونة كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، تحت وفوق كده هتبقى طالعة مقرمشة وطعمها جميل جدا. بجد الوصفة كانت حلوة وياريت تجربوها، هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا ندخل على المقادير بتاعتنا. معانا هنا كده قطعة زبدة كبيرة، طبعا هي زبدة مش سمنة، فطبعا ما اقدرش اقول لكم قد ايه، بس تقريبا بتاع 4 معالق سمنة كده كبار، ومعلقتين زيت عليها، او 4 معالق زبدة كبار ومعلقتين زيت عليها علشان الزبدة بس ما تتحرقش واحنا بنحطها. وهنبتدي ننزل بالمقدار الدقيق بتاعنا، 3 كده، 4 معالق كده، 5، 6، 7، طلعوا 7. هنبتدي نحمرهم. طبعا انا مش عامله المقدار، ساعات بعملها مقدار السمنه اي زي مقدار الدقيق، بس مش على طول. ساعات بعملها كده وساعات بعملها اقل شويه علشان تبقى خفيفه، بس هي فيها سمنه كتير علشان تبقى بس خفيفه، ما تبقاش دسمه قوي في الاكل. وطبعا بنديها لبن صافي او لبن وشوربه، لو عندك شوربه برضو، شوربه دسمه كده بتحطيها للبشاميل بتدي طعم حلو قوي. هنشوح البشاميل شويه لحد ما نشم ريحه البشاميل، ريحة الدقيق كده، ريحة تحميرة كده للدقيق، مش تحمير كامل ولا لونه هيغير ولا اي حاجة، بس بتشمي ريحة بسيطة كده للدقيق. اول ما ريحة الدقيق بتطلع بنبتدي ننزل باللبن بتاعنا، واللبن بتاعنا هنا النهاردة كامل الدسم، لبن فلاحي بقى، كله خير كده وبالقشطة بتاعته، فكان طعمه جميل. طبعا لو عندك حتة قشطة عايزة تزودي بيها، طبعا انا كنت حطيت كيلو لبن وكنت بزود تاني، فبصوا كملت تاني وهوريكم دلوقتي. بصوا القشطة كده هطلعها على المضرب وهنبتدي نضرب جامد جدا. بصوا القشطة ما شاء الله كانت دسمة طبعا. وطبعا انا كده كده بحوش القشطة وبستعملها برضو في اكلات. عندك جبنة موتزاريلا عايزة تحطيها هتبقى حلوة جدا. هنا كده كانت استوت معانا البشاميل، اللي كان استوى، والمكرونة برضو سلقتها كانت على العين التانية جنب البشاميل علشان طبعا انجز وقت. هنبتدي بقى نحط كده بشاميل على المكرونة ونقلبه علشان قبل ما نحط، يعني عايزة تحطي بشاميل حطي، عايزة تنزلي بالمكرونة بس في أرضية الصينية من غير بشاميل حطي. بس طبعا احنا عشان تحسي بطعم البشاميل اكتر، بحب احط البشاميل على المكرونة كده واقلبها فيها، بتبقى طعمها برضو جميل. بس طبعا زي ما تحبي. طبعا وصفاتنا للبنات الصغيرين، احنا في ناس كتيرة معانا ما شاء الله، احنا بنتعلم منكم، وممكن طبعا حد يقولي وصفة انا برضو اتعلمها منه ما كنتش بعرف اعملها، لكن احنا وصفاتنا للبنات الصغننة اللي لسه متجوزة جديد، العرايس الصغيرين، او بنوتة كده 17 18 سنة داخلة تساعد ماما في المطبخ، ممكن تشوف وصفة وتعملها لماما وتفرح ماما كده بيها. لكن احنا فينا ناس كبيرة وامهات واحنا بنتعلم منهم طبعا. هننزل كده بقى بالمكرونة، دهنا مادة دهنية ووزعناها كده في الجناب وفي الأرضية، وهنبتدي ننزل بالمكرونة بتاعتنا ونوزعها كويس جدا في الصينية قبل ما ننزل بتعصيج اللحمة. طبعا تعصيج اللحمة ما جبتهوش في الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس تعصيج اللحمة انا فرمت بصلتين شوحتهم دبلتهم كويس جدا بمعلقة زبدة كبيرة او بقطعة زبدة كبيرة على النار. دبلوا معايا خالص خالص، يعني دخلوا في الصفار شوية كده، وبعد كده نزلت عليهم باللحمة وحمرت فيهم اللحمة لحد ما اللحمة هما واللحمة اتشربت خالص، نشفت خالص. وبعد كده نزلت عليهم بمقدار تقريبا كوبايتين طماطم، وحطيت لهم الفلفل الاسمر والملح بتاعهم وبهارات اللحمة 7 بهارات، وسبتها على النار بقى. الصلصة او الطماطم اللي حطيناها فيها اتسبكت فيها لحد ما بصوا بقى لون اللحمة المفرومة بقى لونها محمر كده، وطبعا كان طعمها جميل جدا. لو عاوزيني انا عاملاها معاكم قبل كده على القناة في وصفة لوحدها، هبقى احطها لكم في صندوق الوصف.
وان شاء الله دايما كده اكون عند حسن ظنكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. متنسونيش في دعوة حلوة جميلة كده من قلبكم. بعد ما نزلنا باللحمة المفرومة كده ووزعناها على المكرونة، نبتدي ننزل بشوية بشاميل. طبعا دي حسب الرغبة، لو حابة تحطي حبة مش حابة خلاص، بس لا يعني انا الولاد بيحبوها بشاميل كتير عشان تبقى جوسي اكتر يعني، فبزود لهم البشاميل فيها برضو. وبعد كده بقيت المكرونة طبعا حاطه لها برضو بشاميل، فهبتدي انزل بيها. طبعا بنزل بيها وبفرطها كده واوزعها. طبعا هي ماسكه ببعضها عشان السخونيه، هي كانت كل حاجه سخن في سخن، يعني كله كده من على النار، فالسخونيه كانت مخليها ماسكه ببعضها شويه. بس هفرطها ما تقلقوش يعني، لا تقلقوا، كله تحت السيطره. نبتدي نوزع المكرونه حلو، وبعد كده نبتدي ننزل بالبشاميل بتاعنا. كنت عامله معاها النهارده بانيه، تتبيله البانيه العاديه جدا. نفرم بصلايه ونحطها على البانيه بعد ما نجيبه ونغسله غسله نظيفه من عند الجزار. البانيه من عند الجزار من عند بتاع الفراخ. ونغسله غسله نظيفه كده وبالملح والليمون، وبعد كده نصفيه حلو قوي، وبعد كده ننزل عليه بالبصل بقى بتاعنا اللي فرمينه في الكبه حلو قوي كده. بقى كنا بننزل بالبشاميل وننزل بقى على البانيه. يا جماعه التتبيله عشان مش جايباها هعملها لكم فوق في فيديو لوحدها. تتبيله البانيه ونحط عليها بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر وتوم، سنة توم باودر، وبعصر ليمونتين حلوين كده على البانيه، وبتبلها كده وبوزعها طبعا في اكياس او في اطباق على حسب مساحة الفريزر عندي. وبحطها كده في الفريزر، انا بجيبها من عند بتاع الفراخ، اغسلها وانضفها واتبلها واحطها في الفريزر، تبقى جاهزة ان انا اطلعها احط في الفيجيتار والبيض واحمر على طول. فانا بحطها في الدقيق، بطلعها من الفريزر تفك بتتبيلتها زي ما هي، واسيبها كده تعيش حياتها تفك خالص. وبعد كده انزل منها على الدقيق، ومن الدقيق على البيض، ومن البيض على الفيجيتار. هنا كده كنت حمرت البانيه، وطبعا غرفت طبعا للي كان موجود ساعتها، وحمرت طبعا بانيه على القد عشان البانيه بيتاكل سخن يعني. حمرت البانيه للعدد اللي كان موجود وغرفت للي كان موجود في البيت، وكان طعمها جميل جدا وبألف هنا وشفا لكل اللي كان منها، وكل اللي كان منها عجبته جدا. فكانت وصفتنا دي النهاردة، وكانت سهلة وبسيطة وخفيفة، وكان طعمها لذيذ جدا. متنسونيش بقى في دعوة حلوة كده من قلبكم. يا رب يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، وندعي لأولادنا يا رب بالنجاح وبصلاح الحال. ربنا يهديهم ويجعلهم ذرية صالحة، أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وأشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. ولو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسوا اللايك بتاعي. واشوفكم على خير يا رب، اللهم امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.